العزيز محمد خاتم، شكرا لكباتنا الاعزاء في الاستوديو وايضا للزملاء الموجودين خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وطابت اوقاتكم بكل خير من هنا في مدينه بريده في اجوائها الربيعيه الرائعه للغايه. هذا اليوم نحن واياكم مع قمه مباريات الجوله 19 في دوري روشن السعودي. كريستيانو رونالدو والزملاء يزورون ملعب التعاون هذا المساء من أجل الحصول على انتصار جديد والثأر من خسارة مباراة الذهاب. أبناء القصيم، أبناء التعاون مرة أخرى، لمسة تصل في وسط الميدان، محاولة في الأول في هذه المباراة. التعاون دائما ما يلعب بهذه الصورة أمام الأندية الكبيرة، طويلة إلى ساديو ماني، يصل الكرة 1 على 1 أمام ايري ماني بلمسة تصل إلى أوتافيو، عودة إلى كريستيانو، تسديدة رونالدو لكنها سهلة للغاية في يد حارس المرمى وهو مايلز. رونالدو بحدود 40 سنة الآن يفوز بجائزة المرتدة لمصلحة تاليسكا. العودة السريعة لمصلحة عناصر التعاون، العودة للسيطرة مرة أخرى على الكرة، اللمسة جميلة خطيرة وكرة وفرصة، يا إلهي لقطة في منتهى الروعة لمصلحة التعاون. الرد السريع الكرة لكريستيانو، حط على اليسار، ماني على اليسار، تدخل وراء، تصل بعد ذلك إلى عون السروني. مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، مباراة يمكن أن تشاهد فيها الكثير من السيناريوهات والكثير من الإثارة في الدقائق القادمة. تسلل في هذه الأثناء أو العودة إلى الفيديو. حكم الفار ممدوح الشهدان طلب من محمد الهويش حكم اللقاء أن يذهب للتأكد من لقطة ما إذا كان هنالك ركلة جزاء للتعاون أم لا في الكرة التي كانت بين جواو بيدرو مع عبد الاله العامري. في هذه اللقطة ما إذا كان هنالك ضرب من جانب عبد الاله العامري لجواو بيدرو باليد اليسرى أم احتكاك عادي وتنافسي على الكرة. حكم اللقاء مع مساعدة يتأكدون من اللقطة، وبعد ذلك محمد الهويش إلى بعد يشير ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء يحتسبها الحكم على عبد الاله العامري، وإنذار للعامري وإنذار لكريستيانو بعد 11 دقيقة. احتجنا إلى 11 دقيقة لكي تشتعل الأجواء. هذه اللقطة اللي كانت من عبد الاله العامري أمام جواو بيدرو في كرة كانت خطيرة لموسى مارو، اعتبر فيها إهمال وتدخل على المهاجم من جانب عبد الاله العامري، وبالتالي احتسب حكم اللقاء ركلة جزائية كانت تقريبا بقرار من حكم الفيديو برأي الفيديو حكم الفار وهو ممدوح الشهدان، الذي أشار أو طلب من محمد الهويش أن يذهب بنفسه ليتأكد من هذه اللقطة. لقد ذهب للتأكد وحصل القرار بركلة جزائية مبكرة، ثم بعد ذلك ستكون الشرارة الأولى في هذه القمة. العامري حصل على الإنذار، التعاون لديه الفرصة ليتقدم في النتيجة. 12 دقيقة لعب لزملاء كريستيانو أمام التعاون. الليلة لن تكون سهلة على الإطلاق. الركلة الجزائية قررها حكم المباراة محمد الهويش صاحب 36 سنة، اللي بدأ التحكيم الدولي منذ 2014، وهو أكثر الحكام مشاركة في الدوري ب 12 موسم. أشرف المهداوي لاعب خط الوسط القريب، أشرف المهداوي أمام نواف العقيدي، التحدي أمام نواف، الترقب والانتظار. التعاون لديه ركلة جزاء، الأجواء مشتعلة، اللقطة مهمة والفرصة سانحة، والدقيقة 13. التعاون بكرة مهداوي القائد أمام الحارس الشاب نواف العقيدي. مهداوي 1-0 للتعاون. نعم الأولى صدها نواف، في الثانية كان أشرف. مهداوي يا عيني مهداوي، هدف تعاوني أول عمل اللي عليه العقيدي،
ولكنها حبت أشرف أكثر، حبت مهداوي أكثر. يسجل الوولفز الهدف الأول في هذه القمة لتشتعل الأجواء. بعد ذلك لقد وجد نفسه في هذا المكان وأظهر إمكانياته في هذا النادي. لقد كانت صفقة رائعة للغاية، التعاقد مع هذا الأنيق، مع صانع اللعب، مع لاعب الارتكاز المتأخر يعرف أنه أي تعثر سيكلف الكثير، بالذات مع استمرار انتصارات المتصدر. وعلى ذلك فإن النصر سيبقى مطالب دائما بالبحث عن الهجوم، عن العودة وقلب النتيجة. العمري بلمسة، ماذا عن التعاون؟ التعاون سينتظر دوره في الهجمات المرتدة وستشكل أيضا خطرا كبير للغاية في حال حصلوا على الكرة ونظموا الهجمة بشكل جيد. لمسة أمامية جميلة، الغنام على اليمين، عرضية اليمين، فرصة وساديو ماني، لكن التغطية لا زال يحافظ على كورته بالسلامة إن شاء الله. أحد اللاعبين على الأرض، الكرة لخيبة لتسديد لكنها في التغطية. سلولي مرة أولى، دفاع تدخل، لاعب يتوقف، وأخيرا كام لمصاتي فلافيو، جواو بيدرو للوراء. فلافيو مرة أخرى، طبعا لاعبين حافظين بعض وانسجام كبير جدا بينهم في هجوم التعاون. كرة أمامية خطيرة لبارو، بارو على اليسار، بارو يلعب الكرة تصل إلى جواو بيدرو، يحاول مع هذه اللقطة، بيدرو يعود بالكرة للوراء تصل إلى بارو، ميدران إلى بارو يحاول موسى بلمسة على اليمين خطيرة على اليمين للتعاون بتسديدة أخرى لكنها سهلة في يد حارس المرمى، الحارس الشاب نواف العقيدي. مرة ثانية نشوف اللي رمى الكرة يا جماعة، اللي رمى الكرة خلف المدافعين إنه أشرف مهداوي بلمسة ساحرة إلى الجناح. موسى بارو اللي يسبب مشاكل لدفاع النصر على مستوى الجبهة اليمنى عن سلطان غنام. لمسة تصل إلى سلطان الغنام بعودة للوراء. عبد الإله العمري إلى لابورت. وصلنا إلى 25 دقيقة لعب في أحداث هذه المباراة. تقدم التعاون عن طريق أشرف مهداوي من ركلة الجزاء طويلة، الكرة باتجاه رونالدو، عدها حلوة على اليسار، تاليسكا لكريستيانو خطيرة، ولكن التغطية في اللحظة الأخيرة. يا إلهي يا لها من فرصة حلوة كانت من تاليسكا. الكرة الطويلة والبحث على بارو في كل مكان. موسى يصل، موسى يحاول وينتظر أيضا مساندة سلطان. بارو تأخر، عودة للوراء، مشاكل كبيرة طبعا إذا لم يقم تاليسكا بأدوار دفاعية. بارو يقوم بأدوار هجومية على مستوى عالي. المساحة الانطلاقة، اللمسة البينية باتجاه كريستيانو، لكن التغطية لجيروتو الإبعاش. الوضع يكون على بايورام، غير اتجاه اللاعب عند عبد الله. سلطان غنام بلمسة إلى تاليسكا، البينية مع كريستيانو، حلوة كورة، الله 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 يا عربي يا نصر، الله يا نصر، هدف وأروع. جميلة تيكي تاكا نصراوية عالمية لا مثيل لها. الله على اللمسة، الله على اللعبة، الله على فريق كاسترو. نشوفها مرة أخرى من تاليسكا لكريستيانو تاليسكا، هدف والأروع. كورة جميلة تيكي تاكا نصراوية عالية المستوى، جميلة وكورة فاتنة في منتهى الروعة من جانب تاليسكا. كريستيانو وبروزو يتعادل النصراوية. ليلة كبيرة والإثارة مستمرة، وبدأ بعد ذلك نصراوية إلى تاليسكا، تمريرة الرد إلى الغنام. النصر في الهجوم بلمسة باتجاه بروزو، العودة إلى تاليسكا، خيبري، أوتافيو، غنام، ثنائيات نصراوية، تمريرات نصراوية، محاولة مرور، تغطية من الدفاع، استعادها مرة أخرى بروزوفيتش يبحث عن الثغرة، عن التمريرة. سلطان غنام دقائق فيها أفضلية نصراوية وسيطر على الكرة وإجبار التعاون على العودة إلى الوراء بأكبر عدد من اللاعبين، وبحث بعد ذلك عن قلب النتيجة وقلب الطاولة والتقدم في هذه المباراة. تيليز بلمسة طويلة، ساديو في اليسار، كنترول أول، ساديو يحاول أمام العياري، ساديو يحاول يمر، يحافظ على كورته. عبد الملك تغطية وتدخل مرة أولى، ماني يصل كورة عند مساحة، يحاول أمام عبد الملك العياري،
محاولة نصراوية في مكان خطير. ماري بكرة عرضية صعبة وبعيدة، لكن كريستيانو يحاول الوصول مرة أخرى إلى بروزوفيتش. بروزو بالقدم اليسرى، محاولة تمويب، حول لصاروخ ماديرا لرونالدو قوية، لكنها بعد ذلك انتهت خطورتها إلى ضربة مرمى. بعيدة اللقطة من كريستيانو. مساهمة في تسجيل أهداف على مستوى دوري روشن، وهداف دوري روشن حتى الآن. كرة من تيريز بالراس، يا إلهي، الله يا عبد الإله، يا عمري، كرة ولا أروع، لكن العارضة منعتها، رفضتها، قالت لا في هذه اللقطة. أي كرة بالراس، لكنها اصطدمت في العارضة. أخرى خطيرة نصراوية، عبد الإله العمري بضربة راسية ولا أروع، لكن عارضة التعاون منعت الهدف في هذه اللقطة. يعاود النصر ضغطه القوي على مرمى التعاون. بروزو بكرة عرضية راسية، الثاني لابورت. نعم، هدف نصراوي ثاني بارتكاز جميل من قلب المدافعين. انقلبت الطاولة، انقلبت النتيجة، انقلبت الأجواء. النصر يقلب الطاولة في وجه التعاون، يأخذها على الرأسية، ولا أروع من جانب لابورت على يسار مايلسون. ارتقاء فضربة رأسية، فمهمة تهديفية اكتملت من قلب الدفاع. مان سيتي سابق، وهو إمريك يسجل هدفا ثانيا نصراويا يقلب في كل شيء على أرضية هذا الملعب. الجماهير النصراوية سعيدة بهذه الوضعية، بهذه النتيجة، بهذا التغيير اللي تم، بهذه الانتفاضة، بهذا الأداء والروح العالية. النصر يقلب النتيجة في شوط أول على فريق التعاون بهدف. عن الكثير عن قلب النتيجة. سطام بالكرة، الدفاع تدخل، حول لصاروخ ماديرا لرونالدو قوية، لكنها بعد ذلك انتهت خطورتها إلى ضربة مرمى. بعيدة اللقطة من كريستيانو. دوري روشن حتى الآن. كرة من تيريز بالراس، يا إلهي، الله يا عبد الإله، يا عمري، كورة ولا أروع، لكن العارضة منعتها، رفضتها، قالت لا في هذه اللقطة. أي كورة بالراس على مرمى التعاون. بروزو بكرة عرضية راسية، لابورت، والثاني لابورت. نعم، هدف نصراوي ثاني بارتقاء جميل من قلب المدافعين. انقلبت الطاولة، انقلبت النتيجة، انقلبت الأجواء. النصر يقلب الطاولة في وجه التعاون، يأخذها على الرأسية، ولا أروع من جانب لابورت على يسار مايلسون. ارتقاء فضربة رأسية، فمهمة تهديفية اكتملت من قلب الدفاع. ماتيوس، وكذلك الفارو ميديران. تسديده قويه من جيروتو، لكن الصدمه في العالم 2003، العام 2023. كره خطيره، لكن التغيير. بروزو، كريستيانو، جميل على اليسار. ساديو يحاول بكره عرضيه، يا الهي، مستحيل يا ناصر على هام اللعبة. رونالدو يا جماعة، رونالدو بلقطة ولا أروع لساديو ماني. كان في انتظارها إلى ساديو ماني. العياري في التغطية، مبدأ الأفضلية من دار، خطأ وإنذار. نعم، متوقع لأنه كان في اندفاع بتهور من جانب عبد الملك. العياري ظهير الايمن، قويه، مبدا الافضليه لتاليسكا. حتى الغنام بالكره، لكن جيروتو يتدام. التمويل، الغنام التمرير، وتابيو العرضيه، رونالدو الراسيه، لكنها بعيده. واستوجت جواو بيدرو في المرور الاول، جواو بيدرو في المرور الثاني، والتسديده جميله، يا الهي، لقطه ولا اروع من جانب جواو. خط
سرعة وإثارة ومتعة في دقائق جميلة لكريستيانو، ولكن عكسا تأتي نسرة. ماني يحاول أمام العياري، لمسة جميلة وبروزوفيتش اليمين، لكن ميدوي أوتافيو قصير القامة كبير المقام، أوتافيو البنان، هدف نصراوي من لا شيء أشرف أهداها للنصر. المهداوي أسيست أوتافيو امتص بذكاء كبير، تحرك شوفه مرة أخرى بلمسة بالخطأ من أوتافيو. يا لعيب حريف هذا أوتافيو، الكورة اختارت أوتافيو اختار الزاوية، والكورة عانقت الشباك. أوتافيو سجل النصر 3 المباراة بشكل جيد. كرة خلف المدافعين إلى رونالدو وكريستيانو، يا إلهي ضاعت من رونالدو، هل كان فيها تسلل؟ يا الله يا لها من فرصة انطلاق، يحافظ على كورتا. أوتافيو مرور جميل باليسرى، تاليسكا يحاول في هذه الأثناء حطها لكنها بعيدة، خطيرة لمصلحة سلطان غنام، تمويل وعودة بعد ذلك لرونالدو وتاليسكا، لكن الدفاع يتدخل وسابارو يبحث عن التسديد، وسابارو بينية خطيرة وكرة، يا إلهي فيها تسلل يا جماعة. لقطة في منتهى الروعة لمصلحة رونالدو بكرة مع تيريز، حلوة الوتو خطيرة لرونالدو وكرة، يا إلهي مش ممكن يا رونالدو يا لسوء الحظ، ولا أروع من صاروخ ماديرا قوي إلى جهة اليمين، خطيرة لتاليسكا، لمسة للغنام وكرة عرضية وفرصة، يا عدد من اللاعبين تضيق المساحات. ميدران قوية لكن عالية وبعيدة، خطيرة من البارو، جميلة من البارو في الزحمة وأمام الزيادة العددية. الحل يكون بالضربة من خارج المنطقة اليسارية بعيدة، والمحاولة عدت. هذه خطيرة بينية تعاونية لعبد الفتاح، وكرة العقيدي شالها خطيرة جدا، فيها تسلل في الأصل على عبد الفتاح. في لحظة انكشف الدفاع النصراوي، فكر في تغيير اتجاه اللاعب هنا، كان من بروزوفيتش، خطيرة على اليمين، الغنام بلمسة يا كريستيانو، هذه بعيدة أخرى، هذه كرة أخرى بعيدة من جانب رونالدو. من يراه؟ نشوف رونالدو مش في أفضل أحواله اليوم، خطيرة مرت من الجميع، تصل نحو بارو، بينية خطيرة وكرة، يا جلع في الجبهة اليمنى إلى رونالدو، يصل كرة مرة من الأول رونالدو بينية، لكنها شوفها مرة أخرى. أندية الكبيرة على أسماء عالمية، خطيرة لماتيوس، مرت من الجميع، وين الهدافين يا آدم ويا جواو، مرت أمامكم هذه لقطة أخرى. 7 دقائق قبل النهاية، التعاون كانوا قريبين في لقطة أخرى. برافو مرة أخرى أقولها عن كوقت بدل ضايع. لمسة أمامية باتجاه فوفانا في المساحة، فوفانا في التمويم، فوفانا في العرضية، خطر بالراس يا كريستيانو، سجل أخيرا رونالدو. قلت ستأتي لقطة، ستأتي فرحة، سيأتي هدفا. رونالدو يختم مسيرة عام رائع لأكبر هداف في العالم بضربة راسية رائعة وهدف نصراوي رابع. الله يا كريستيانو. قال تقرير صحفي بريطاني إن منزل نجم مانشستر سيتي الدولي الإنجليزي جاك جريليش تعرض للسرقة، ووفقا لشبكة سكاي سبورتس البريطانية فإن الحادثة وقعت مساء الأربعاء خلال مشاركة اللاعب ضد إيفرتون. وأضاف المصدر أن اللصوص تمكنوا من سرقة ساعات ومجوهرات بقيمة حوالي 1,000,000 جنيه استرليني. وأتم المصدر أن 10 أفراد من عائلته جريليتش كانوا متواجدين داخل المنزل في ذلك الوقت، وقاموا بالاتصال بالشرطة بعدما سمعوا نباح الكلاب والضوضاء في الطابق العلوي.